فرس غرزة جوه الأرض مش قادرة تتحرك ولا تطلع. كلموا الحماية المدنية عشان يجوا ينقذوها. تعالوا احكي لكم حكاية الفرس سوسو في الجزائر. واحد معدي لقى الفرس دي بالحال ده، غرزة في الأرض مش قادرة تتحرك، مستسلمة بالكامل لمصيرها، وطبعا الله أعلم بقالها قد إيه من غير أكل ولا شرب. وهنا الراجل بيطمنها، بيقول لها ما تقلقيش، أنا طلبتلك المساعدة. وفعلا الحماية المدنية وصلوا. الحقيقة موقف محترم. قد ايه بيبقى حاجة جميلة ومشرفة ان الدولة تتحرك عشان روح غلبانة مش عارفة تنطق. شكرا للحماية المدنية في الجزائر وشكرا لدولة الجزائر. وبدأوا عملية الانقاذ، والموضوع ما كانش سهل لانهم عاوزين يخرجوها من غير ما يحصل لها اذى. والليل ليل وعرفوا الحمد لله يشيلوا كل اللي حواليها. هل هتقدر تقوم وتقف على حيلها من تاني؟ الفرس بتحاول والحمد لله وقف. كله مبسوط، كله فرحان، بس هل يا ترى هتعرف تكمل؟ هل هتعيش ولا لأ؟ هل انها قامت بالشكل ده حلاوة روح بس، ولا الوضع ايه؟ هنعرف مع بعض اللي حصل كمان شوية. شكرا لكل الرجالة اللي ساعدوا ووقفوا جنب هذه الفرس الجميلة الغلبانة. ودي بقى سوسو بعد ما فاقت الحمد لله رجعت 100 أكلت وشربت واستحمت. والفيديوهات اللي بالشكل ده الحقيقة بتبقى حاجة جميلة، لأنها بتنشر ثقافة الرحمة ومساعدة الغير سواء كان حيوان أو إنسان. وربنا جعل الجنة في سقيا كلب. أنت متخيل؟ ما بالك بقى بإنقاذ حصان ربنا معززه وأقسم بيه في القرآن. شكرا للجزائر، وسلام كبير أوي من مصر ومني مخصوص لكل أهلنا هناك. أشوفكم على خير.